السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي تعليم الخياطة باي كوكيت. نرحب بكم ونرحب بكامل المشتركات اللي التحقوا بالقناة. عاودنا تلاقينا في فيديو جديد ودرس جديد. قبل ما نبداو ما تنساوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. الدرس تاعنا تاع اليوم راح يكون حول الرقبات، يعني راح نتعلموا كيفاش نفصلوا الرقبات. يعني اليوم راح نجربوهم على الورق، والدرس اللي موراه ان شاء الله نجربوا في القماش وكيفاش نسفجوا الرقبات. درك تبعوا معايا. درك نبداو بسم الله. هنا راح نبدا لكم نطبق لكم في رقبات مصغره برك، يعني رسمت هنا مربعات صغيره باش نطبق لكم فيهم وتفهموا وما يكونش الفيديو طويل. وراح نجرب لكم في ورقه كبيره انتم كيفاش تطبقوهم باش تبعثوا لي التطبيقات تاعكم نشوفهم ونصلح لكم. درك تبعوا معايا. نبداو باول رقبه وهي الرقبه الكاري، الرقبه المربع. اول حاجه نفهمكم فيها قبل ما نبداو، هذه تخيلوها قطعه قماش هنا مطويه على 2. هنا في الجهه هذه تكون مطبقه على 2، معناتها احنا راح نرسمو نصف الرقبه فقط. كي نفتحوها راح تخرج لنا الرقبه كامله. هنا كامل الجهه مغلقه، القماش مطوي على 2. نبدا نعطيكم قياسات ستاندار يعني يجيو للناس كامل. اول حاجه نفتحو ب8 سنتيمتر، ب8 سنتيمتر. هنا راح تكون 8 سنتيمتر. ان شاء الله برك تكون واضحه معاكم. والعمق تاع الرقبه راح يكون ب18 سنتيمتر. هنا راح تكون 18 سنتيمتر. واش نديرو؟ نرسمو مربع. تسمى راح نرسمو مربع، العرض 8 والطول اللي هو العمق تاعها هو 18 سنتيمتر. يعني الرقبة كامل راح نرسمو فيهم بهذه الطريقة وبه نرسمو الشكل. هذه قلنا الرقبة كاري، عندي هنا 8 وهنا عندنا نرسم 18 سنتيمتر، وهنا الجهة المغلقة. في الرقبة كاري ما نروحوش نقصو ديريكت الكاري هيك، نروحو ندخلو هنا من 1 ل1.5 سنتيمتر. هنا ندخلو من 1 ل1.5 سنتيمتر ونرسموه. هذه هي الرقبة كاري، هذا هو الشكل تاع الرقبة كاري. هذه رقبة كاري. ان شاء الله تكون واضحة معاكم. بعدها نروحو للرقبة الدائرية. وش قلنا نحتاجو؟ هنا 8 سنتيمتر. هنا هذه الجهة المغلقة، القماش مطوي على 2، معناتها هنا جهة مغلقة. قلنا نفتحو ب8 سنتيمتر ونهبطو ب18 سنتيمتر. شوفوا، وكي تكون وحدة ضعيفة بزاف نقدروا نفتحوا ب7 سنتيمتر فقط. فهمتوني؟ هي 8 يعني تجي للناس كامل، بس كي تكون وحدة ضعيفة بزاف تعاودوا تنقصوا لها شوي. واذا كانت وحدة سمينة بزاف بزاف هكا تقدروا ديروا لها حتى ل9 سنتيمتر. ان شاء الله تكون واضحة معاكم. نكمل ونرسموا الكارية عادي. معناتها نرسموا المربعة هنا فيها 8 ولا 7 سنتيمتر كما قلت لكم، ونهبطوا ب18 سنتيمتر. وهنا الجهة المغلقة. عنا الرقبة الدائرية، نجيو هنا للمنتصف تاع 18 في الجهة هذه وندورو هنا هيك ونرسم. عنا هنا هاك المنتصف، معناتها ان شاء الله تكون باينة برك هكذا. من النص نبداو ندورو. هذه الرقبة الدائرية.
عندنا الرقبة الآن رقبة في، كيف نديرو 8 سنتيمتر ونهبط. عندنا 8 على 18 ونرسمو الكاري. هذه الرقبة في عبارة عن شكل في، ودائما هنا الجهة المغلقة والقماش مطوي على 2 هاك. عنا الرقبة في باه ما تجيناش مخنوقة، نعينو المنتصف تاع الخط هذا، نعينو المنتصف تاعو وندخلو هنا من بواحد سنتيمتر، ندخلو بواحد سنتيمتر باه ما تجيناش مخنوقة. ندخلو بواحد سنتيمتر. درك رقبة قلب لوزة، تجي هكاك شغل دمعة، كل واحد كفاية يعيطلها، واحد يقولها قلب لوزة واحد دمعة. دوك تشوفوا الشكل كيف كيما قلنا ندخلوا ب8 هنا ونهبطوا ب18 ونرسم المربع. نورمالمون تعودتوا عليه هكا. هذه يعني تعتمد على الشكل تاع اليد. هاي كيفاش تجي عنا ترسموا تقريبا شكل دائري، تبداو كشكل دائري كأنكم راح ترسموا دائرة، ومن بعد تكملوا كي توصلوا هنا هيك توليو تشوكوها هنا هيك شوي، تعطيكم الشكل هذا. كي تفتحوها هنا راهي الرسمة مصغرة، بصح كي نرسموها في ورقة كبيرة تشوفوا الشكل كيفاه يجي. نروحوا للشكل الرقبة الموالية. شو قبل ما نروحوا درك انا نكمل نرسم المربعات اللي قلنا 8 على 18 سنتيمتر باه ما يجيناش الفيديو طويل، ونرجع معاكم. عندنا الشكل هذا شكل فيستوني، كيفاه نرسموه؟ عندنا بعد ما عينا كما قلنا 8 على 18 نرسمو خط وهمي كأنه رقبة في، خط وهمي فقط. عنا ومن بعد نديرو تقويسات، نقسموه هنا الخط هذا نقسموه على 3 عنا ونبداو نقوسو. دوك تشوفوا كيف ما هذا هو شكل الرقبة فيستوني. عنا شكل واحد اخر يشبه له، دائما نرسم الخط الوهمي هذا. عنا هنا نهبطوا للمنتصف تاع المستطيل تاع 8 على 18، هنا نرسمو خط قد عنا هنا من بعد قوسوها هيك. هذا ثاني شكل رقبة. درك هذو كانوا بعض الرقبات الأساسية. درك ندير لكم الرقبة جو من فوق اللي راح يكون الفرق بينها وبين الرقبات هذه انه القماش ما يكونش مطوي على 2، يكون القماش مفتوح. معناتها هنا راح نحتاجه ماشي 8 سنتيمتر، راح نحتاجه 16 سنتيمتر. الرقبة جو من فوق راح تكون عندي هنا 8 سنتيمتر وهنا 8 سنتيمتر، معناتها القماش راح يكون مفتوح، ما يكونش كاين قماش مطوي على 2. ونهبطو كالعادة هنا ب 18 سنتيمتر عادي.
معناتها هذه عمق الرقبة مش راح يتبدل. وش راح نرسمه هنا سديبو على حسب الرقبة تاع الموديل تاعكم. انا راح نمدلكم بعض الاشكال يعني اللي راهي رايجة، وانتم يعني تشوفوا على حسب الموديل وترسموا، المهم تهزوا الفكرة الاساسية. نبداو بالرقبة اللي تكون نص دائري ونص يكون مربع. هنا نرسمو عادي المربع كما قلنا الجهة هذه ندخلو بواحد سنتيم كأن راح نرسمو هنا الرقبة عادي. دخلنا بواحد سنتيم ونرسمو هيك، والجزء الاخر راح يكون دائرة. نهبطو كما قلنا هنا للمنتصف، من بعد نرسمو نصف دائرة تاعنا. هذه رقبة جو من فوق، هذه حلوة خلا، يعني الموديل هذا يجي باهي خلا. عنا الان شكل الرقبة الثاني تاع جو من فوق. دوك خيرت ندير من هنا شكل دمعة ومن هنا رقبة فيستوني ولا هيك تكون مقوسة. هنا هكا، هنا رقبة فيستوني قلنا نرسمو خط وهمي هكا نقسموه على 2. هذا شكل رقبة جو من فوق واحد اخر. من الرقبة جو من فوق تقدروا تخلطوا بين الرقبات هذم العادية، تخلطوا بين وحدة ووحدة تخرج لكم عادي رقبة جو من فوق. كما قلت لكم الفرق الوحيد انه يكون القماش مفتوح ماشي هنا مطوي على 2. نرجعوا الان للتطبيق تاعكم انتم كيفاش راح تطبقوا. اول حاجة راح تحتاجوا هكا وراقي بيض، وش قلنا نحتاجوا القماش مطوي على 2، معناتها راح تطبقوها هيك. معناتها راح نرسم معاكم دركا رقبة حقيقية وانتم طبقوا كامل اللي رسمناهم دركا مصغرين. هنا وش عنا الجهة المغلقة، ها هنا الجهة المغلقة. انا نحتاجو 8 سنتيمتر، نرسم يعني مربعة فيها 8 سنتيمتر. ونهبطو عنا ب18 سنتيمتر عنا، ونرسم المربع المستطيل تاعنا. انا هنا مثلا راح نطبق معاكم الدمعة هذيك، قلنا نهبطوا كأنه راح نرسموا دائرة ومن بعد هنا نقوسوها شوي. عنا هذا هو الشكل اللي خرج لنا، دوك نقصوه باش تفهموا اكتر. وكملاحظة المقص اللي تستعملوه للأوراق مستعملوهش للقماش لأنه يفسدلكم. القماش عفوا ما تستعملوهش للأوراق باه ما يفسدلكمش. عنا نقص الشكل تاعنا، هذا هو الشكل اللي خرج لنا، شكل الرقبة. يعني هذه رقبة عادية بالقياسات الحقيقية. درك نعاود نطبق معاكم رقبة جو من فوق باه تفهموا كيفاه نرسموها. عنا قلنا نحتاجو 16 سنتيمتر لانه الرقبة هنا راهي مفتوح، ونهبطو ب18 سنتيمتر عادي.
كنا رسمنا مستطيل كبير عنا فيه هنا هكا حلينا 16 سنتيمتر على 18 سنتيمتر، عنا عيننا المنتصف 8 سنتيم من و8 سنتيم من. نبداو نرسمو هنا الشكل اللي حبينا وفي الجهة هذه الشكل اللي حبينا. انا هنا نرسم نصف دائرة وهنا نرسم الكاري، ولا العكس، هنا كارية وهنا نصف دائرة. وتقدروا كملاحظة فقط تستعينوا بالمساطر هذا، يعني للمبتدئات خلاص يقدروا يعني يعاونوكم في الرسم. انا يعني حقيقة نعتمد على يدي في الرسم. نبداو بشكل المربع. هنا كما قلنا ندخلوا بواحد سنتيمتر حتى لواحد ونص، دخلنا بواحد سنتيمتر ونرسموا المربع تاعنا هكا. عنا والشكل هذا نرسمه نصف دائرة. هنا باه نعطيلكم برك كيفاه تخدموا بالمساطر هذو. مثلا هنا عنا نصف دائرة نرسموها عادي هكذا. هذا هو شكل الرقبة جو منفو تاعنا. دوك نقصوها ونشوفوا الشكل النهائي. هذا هو شكل الرقبة، معناتها هنا دائري وهنا راح تكون مربع. هذا هو ما طبقت معاكم اليوم. درك اذا كان عجبكم الدرس وحبيتوا نزيدوا نتعمقوا في رقبة خلاف خليولي في التعليقات، وما تنساوش جاموا ابوني، ونستنى التطبيقات تاعكم تبعثوهم لي في الانستغرام ونصلح لكم. درك طبقوهم كامل اللي درناهم في اوراق كيما هكا وبعثوهم لي نصلح لكم. وكما نقول لكم دائما ما تستخفوش بالخطوات هذه. انا نويت نعلمكم من الصفر كما تعلمت انا نعلمكم. درك غير اللي ماهيش حابه تتعلم وباخله راحه، درك ما كان لهم بعد تقولوا لي ما قدرناش نتعلموا من هنا، راني بديت معاكم من تحت الصفر. يعني تبقوا فقط وتوصلوا باذن الله ونراكم حابين واحسن. كما قلت لكم الخطوات هذه ما تشوفوهاش خطوات تافهه وتبان لكم سهله، لا طبقوهم. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم. درك نستنى تعليقاتكم وما تنساوش ابوني وجام. تهلاو لي في رواحكم، في امان الله، سلام.